واحد النهار كنا في الديمومه، وكان فصل الشتاء بحال هذا الوقت هذا، وكان الحال بارد، وكانت العشيه حنا في لابيرمانونس في الديمومه. جاتنا واحد المكالمه هاتفيه من قاعه المواصلات، قال لنا ودي خصكم تنتقلوا لواحد الحي شعبي، وهذاك الحي كان قريب من الحي فين ساكن انا. شي وحده راه ضربوها شي وحدين او كريسيوها شي وحدين وراه طايحه تما في الزنقه مرا. مشينا لعين المكان، شنو لقينا واحد البنت، هي مرا مثلا حنا نقولوا باقا شويه، بنت عندها شي 34 32 عام، طايحه في الشارع، واقفين عليها شي ناس، شي عيالات من ذاك الحومه. كانت الزنقه خاويه مع البرد والعشيه، الزنقه خاويه، وديك الزنقه جات واحد البلاصه خاويه، جات واحد البلاصه قدامها واحد الحديقه كبيره، زنيقه وقدامها حديقه كبيره، هنا الديور وهي الحديقه خاويه الدنيا تما. خارجين شي عيالات تما، شي 3 و4 واحد 2 رجال، زيدنا حنا زيدوا سيدي. واحد المراه شاده لها راسها ودار لها واحد الفوطه، والسيده عندها واحد النزيف خطير، الدم خارج لها هنا من عنقها ومن حنكه هنايا ومن جهه مضروبه. ولكن الغريب في الامر حنا ما عرفناش شكون اللي ضربها وعلاش ضربها، لان بسطامها كان طايح، وقالوا الناس هو بسطامها وانا شديته بيدي وقلبته واش باقى فيه فلوس. السيده ديال واحد السلسله ديال الذهب ما مشاش ليها، دار واحد الدبليج مدا حد، وحداها واحد السطل وواحد الصك باينه هي حسب التحريفه ديالها، وداك الشيء جايه من الحمام. اي الحمام ما كانش بعيد على ديك البلاصه فين طايحه، جايه من الحمام على العشيه. الناس اللي شاهدين تيقولوا واحد السيده تتقول انا طلعت فوق السطح ديال داري باش نسد الباب ديال السطح، ومن عادتي تنطر في الزنقه من تنبغي نسد الباب. جمعت الحوايج ديال التصميم اللي كانوا في السطح وطليت على الزنقه تنشوف اش كاين. تيبان لي واحد مول الموتور جاي تريبورتور وراكب معاه شي واحد اللور، ووقفوا على ديك السيده، وتيبان لي واحد اللي راكب اللور نقص وهبط عند السيده، وداك التريبورتور هازين واحد الكلب معاهم، تريبورتور هاز كلب ونقص واحد السيد من اللور. تتقول السيد نقص وتتقول شد ديك السيده وهي تتغوت، وبدات تضربها موس في يديها، تضربها لوجهها كدا وخلاتها وركبت مع داك الموتور وزادوا مع الطريق. ما سرقوا ليها، ما داو ليها، ما هزوا حتى شي حاجه. قالت لك انا الاولى اللي هبط تنجري، وهبط واحد الدري صغير والحومه حتى هو جا حدايا. عاد جاو هاد الناس، ولكن داك الموس باش ضربوها راه داه داك الدري اللي كان معايا، راه هز داك الموس، واحد ديرك بحال الموس رباو هما تما حداها تما وهربوا. لقيتو راه هزيتو، راه هزو الدري وداه لدارهم. حنا اتصلنا سلطة اسعاف وتنطلبوا منهم باش يصلوا لعين المكان، لان شفنا الدم كبير والسيده شبه مغمى عليها تتهضر، ولكن بحال دايخه، بحال تفاجات بداك الشيء اللي وقع عليها. المراه تالفه مسكينه ومشبحه في الارض. جات سلطة اسعاف هزينا السيده، مشينا عند المراه قلنا لها ورينا فين ساكن داك الدري، وراتنا قالت لك واحد الدري راه هو راه عنده في عمره شي 14 عام ولا 15 عام. مشينا دقينا على دارهم، خرج تمو، قلنا لها فين ولدك الصغير؟ خرج هو، قلنا لها فين الموس اللي ديتي؟ قالت لنا مو اين موس؟ قلنا لها راه ولدك دخل واحد الموس، راه هزو بحدا السيده مضروبه، راه السيده مجموع عليها الناس، هو هز الموس راه لينا. قالت لي مو فين جبتي شي موس؟ قال لها ما جبتش. قالت لنا هو ما جاب لا موس لا والو. قلنا لا داك الموس اللي هز الدري الصغير راه مهم بالنسبه لينا، راه مهم. انت اذا تدافعي على ولدك انت ما عارفه والو، الدري راه هز قدام الناس مش جرى به راه دخلوا. قالت لي فين الموس؟ بقى جيب الموس. لا جيب هو دخل. اشنو جاب لينا؟ تعرفوا ديك الطونشوار اللي تقطعوا بها الورق شحال ماضيه، عندها القبضه ديالها وتيبقى يخرج منها داك الميس هكا، تيخرج لبرا طونشوار بحال الزيزوار ومضروب فيها الدم. هادوك اللي ضربوا ديك البنت ملي ضربوها يمكن مع المشادات معاهم وداك الشيء هربوا الموس تما، او شدات الموس لان في يدها مجروحه، شدات الموس في يدها وداك الشيء وطلقوا لها الموس تما وهربوا. هذاك البروش اش دار؟ جا انت شاف المراه طايحه، شوف الزعامه كي دايره، شوف التربيه العوجه، هز انت الموس وسلت به زعما راه لقى شي حاجه. خدينا داك الموس وديك الهضره اللي هضرت مو، داك الكلام اللي هضر مع مو، قلنا لها شوفي راه غتجيك واحد السيده غتجي عندنا انت والدري الصغير، غتجي عندنا، راه غتجيك السيده على لابيجي وغتجي عندنا. ومالو اش دار؟ غتجي عندنا. لحقنا نعيطوا لهم، حقنا نديوها.
ماشي اسمعوا حيت ولدها ما مربيش، لا نديوها باش الدرج يقول هاد الموس هذا لقيتو حدا ديك السيده طايح، خلاو دوك اللي ضربوها وهزيتو وديتو لدارنا. حتى هادي راه في المسطره، هاد المحضر مهم بالنسبه للمسطره، وتكون بحضور امه حيت قصير. امه تقول ايه جيتو عندي ودقيتو في بابي وخرج ولدي وقال عطيني الموس، طلبتو ليه الموس ونكر قال لك ما جبت موس وما عندي موس، وبقيتو نتوما في الباب حتى خديتو الموس بحضوري وديتو موس القبضه ديالو صفراء وفيه هاد الربع اللي ديالو في الراس وفيه اثار ديال الدم. غتجي عندنا هنا هذه اشاره او تنبيه لبعض الناس في التربيه العوجه. والمحجوزات راه مهمه بالنسبه للبوليس. الواحد يدخل واحد الدار فيها شي واحد توفى مقتول ولا شي حاجه ويطمع في شي حاجه ويهزها، وديك الحاجه راه مهمه للبوليس. هز مكانه، هز بورطابل، هز شي حاجه، يدير حاجه يخشيها في جيبو، وهذيك لعبه دور كبير بالنسبه للبحث وقت الجريمه. ها هو موس مهم بزاف اللي غيتعرض قدام قضيه التحقيق، قدام النيابه العامه وقدام قضيه التحقيق في المحكمه، ويتحط كل ساعه يجبدوا اليوم واش هذا هو الموس باش ضربتي، واش هذا الموس باش ضربتي، راه محجوز. هزو برهوش عنده 14 عام ما مربيش ودخلوا لدارهم. خدينا الموس، خدينا الهويه ديال ديك السيده وديال ولدها. انا عاد غنقول لكم اش درت ليها، انا في الخارج درت ليها. على اي هزينا السيده دينا للسبيطار، الناس بقينا تنسولو تما، لومبيلونس داتها مشى معاه واحد من حنايا، وحنا بقينا تما تناخذوا معلومات شكون هذا ضربها. موتور تريبورتور حمر، مولاه ديال الكلب وديال الكاسك، واللي هبط من اللور كما قال ديك المراه، هبط ينقص عند المراه وضربها تا هو ديال الكاسك. واحد السيد قال لك اي انا الموتور، انا كنجي الموتور دار قدامي بالجهد، في الراجل صيب ومراه اللور، مراه اللور دايره كاسك لابسه بلوجين مسكيطه كاس، انا شفت وجهها مراه اللي هبطت ضربتها. اذا مراه عيطنا لك مراه اخرى قلنا لها الشريفه تاكدي الله يرحم باك السيد هذا راه قال لك مراه ضربتها. العلم ولا سيدي انا جاني راجل حيت انا في السطح، راجل هذاك ديال الكاسك وراه جرب بهذا واستبردينا في رجليه وكذا كذا. الشريف واش انت متاكد؟ مراه راجل صايقه سيدي ومراه اللور، انا شفت مراه. بقينا تنسولو داك الحي فين دايز داك وين داز الموتور، متبعينو بالطوموبيل فين ما تنشوف شي واحد توقفوا، خويا ماشي شي واحد الموتور داز من هنا، ماشي شي واحد الموتور داز من هنا. خدينا شي معلومات، ولكن شي 4 ولا 5 الناس اللي قالوا مراه راكبه اللور، شي 2 3 قالوا راجل، لان ربما مراه لابسه حوايج بحال ديال الرجال كما تلبسوا بعض الناس، جاكيطه بلو جينز برديله كذا كذا كذا. ولكن الموتور في الاخر فين عطى الراس الله اعلم، ما بقيناش عرفنا فين عطى الراس وفين مشى. السيده كانت في الحمام، اذا هي ما غاتمشيش شي حمام اللي بعيد من الدار ديالها بعيد، لا يكون في حومتها، ينغي غير من تما غير من الحومه. اتصلوا بنا قاعه المواصلات وحنا في السبيطار، حنا في المستعجلات، قالنا دخلوا لا بيرمانونس، رجات العائله ديال ديك السيده اللي مضروبه. مزيان، هذا انتقام، هذه ماشي سفاره، هذه ماشي هبطوا باش يكريسيو يديو ولا شي حاجه، انما قاسوا لها بسطامها السلسله في عنقها ديال الدب، لا واحد شي دويليج ولا خواتم ديال الدب في يديها بسطامها بخمر من تما. هادو كيما شافت المراه اللي كانت تسطح تطل، هبطت من الطوموبيل تقول واحد السيد اللي اللور هبط كان فوق الموتور فوق التريبورتور، هبط تشنق عليها بقى تيضربها هز في يدو الموس، ومن هبطت هي تتغوت وتجري، هذاك السيد هرب وخلى الموس تما. ديك الاداه اللي باش ضربوها كما قلت لكم عامره بالدم. هبطنا عند والديها، لقينا والديها جالسين، امها واختها جالسين في لا بيرمانونس. اسيدي ديك البنيه اش واقع عليها، راه كذا، راه قالوا لنا الناس دات لابيلانس ما كذا ما كذا، وقلنا دات لابيلانس توصلوا لنا فين مشات لابيلانس للسبيطار. قالك لا راه مع البوليس صحابو شفتوها لهنايا ولا شي حاجه. قلنا لا البنت راه في السبيطار، شنو سميت البنت؟ عطاتنا سميتها كنيتها كذا كذا كذا. بوالتينا ديك البنت باقيش عندها سوابق، هذوك والديها. قلنا لها دابا هاد البنت شنو، واش تعرفين شي واحد عنده معاه شي عداوه ولا شي حاجه؟ هذا اللي ضربها شي واحد موس ومد لها لابسطام لهادي لا هذيك كاسيدي ما عرفت الله اعلم، حنا مشات للحمام وجات. هاد البنت واش مزوجه؟ اسيدي مزوجه ومطلقه، وراجلها عنده معاه شي عداوه؟ لا سيدي. شحال هادي وهي باش طلقات؟ وهادي شي 7 سنين ولا 8 سنين، وراجلها في كاين، هو ولد الصويره، ما طلقها كان مزوج بها في الصويره وطلقها وبقاو في الصويره، جات هي فعلت عندنا هنايا. ان هاد الراجله ما قالت لكمش تيهددها
شي حاجه اختها قالت لك لا انا قلت اللي في راس اختي راه في راسي. ما راجلها بعيد من هذا الشيء، راجلها بعيد 7 سنين ما شفناه، باش راه مزوج وولادو مع داك الشيء. واختي بقات بلا جواز تخدم هنا وهنا وخدامه على راسها. شكون هذا اللي يمكن نضربها؟ الله اعلم ما عرفت. خدينا لهم محاضر تما في الديموما، قلنا لهم بون سيروا عافاك للسبيطار تما المستعجلات، حنا غنوصلوا عليكم. مشاو للمستعجل وصلنا عليهم لقيناهم في واحد الحاله، الام طايحه في الارض تتغوت، وديك بنتهم منادبه هكا. اش وقع؟ شنو وقع؟ قال لك راه ماتت البنت، ماتت. ويلي البنت ماتت. انا حاله ديك البنت تقول لي، ديك البنت اختها تقول لي واسي الخراج قول لي اختي ماتت وما تخلوناش نضربوا تماره، ومشينا لعندكم الكوميساريه قلنا اختي ماتت. قلنا له واش حنا غتكون اختك ماتت في راسنا وحنا في الديمو ما قلناش لك حناك بحالكم، خلينا دخلت البلوك جينا لعندكم باش ما تضربوش تماره، انتقلنا باش ندير لكم محاضر، رجعنا هي ماتت. شنو حنا اللي فينا دابا خصنا نجيبوا شكون هذا اللي قتل. شكون هذا اللي قتل؟ هنا القضيه كانت بسيطه، كانت واقفه على الديمومه، وحنا الناس اللي في الديمومه اللي منا الناس ديال الدائره والشرطه القضائيه، ولا هو تدخل ديال نائب وكيل الملك اللي انتقل لأي مكان ورجع لنا في ذاك الليل تيشوف في ذاك شنو وقع ما وقع. السيد الولي الامن، ها الشرطه بي جي، هاد النيه عبرات عندنا تما في لي زيرجونس. الطبيب تيقول بانه الضربه اللي عندها هنا تحت الودن هنا بالموس، تيقول البنت مضروبه في وجهها مضروبه في حنكها، اذا هذاك اللي كان تيضربها كان غرضو يخسر لها وجهها، لان اغلب الضربات كانت في الوجه. تيضرب ديك الطونسوار اللي عندنا اللي خدينا وتيضرب الوجه، اي يبقى خسر لها وجهها، اي انه انتقام. ولكن ضرب واحد الضربه، شوف عندها واحد الضربه في هاد اليد، واحد الضربه في هاد اليد يمكن كانت تتشد معاه، واحد الضربه ضربها هنا، هذيك الضربه دارت ايموراجي كبير، مشات للسبيطار ماتت. اذا في الاخر بقينا حنا بوحدنا، حنا اللي في لابيجي جوج الناس ديال الديمومه في ديك الليله اللي مع الديمومه، حنا تكلفوا بهذه القضيه هذه، شوفوا شكون، رجعوا لعين المكان كذا كذا كذا. الشتاء والمطر والبرد، وكنا غنطلقوا مع 9 الليل، بدينا خدامين في هذيك الساعه، جبد يا ما تجبد. رجعنا لديك الحومه فين ضربات البنت، تنسولوا الكلب اللي كانوا مركبين في الموتور واش كلب سيان بيرجي ولا داك الرد فايض الرسميتي ما هم، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. دوك لان الشيء حنا تنعرفوا بعض الشباب المنحرف تربوا الكلاب وتربوا اللي كنا تنشوفوا الظاهره جديده، ودوك تربوا الكلاب، دوك الكلاب الواعرين اللي ممنوعين، الكلاب اللي ممنوعين تربيهم وتيشوفهم تيدوروا في الزناقي تيتباهوا بهم، تيطلقوه بعض المرات كاع تيدور. شحال من مره الكلاب هاجموا ناس، هاجموا دراري صغار، هاجموا كذا وهاجموا كذا. هذوك النوع ديال الكلاب راه ممنوعين قانونيا، ولا دار شي مصيبه تيتحمل هذاك اللي كان تيدور به. هذه من جهه. اذا عرفنا بان ذاك التريبورتور هو سلقوط، عنده كلب هازو معاه في التريبورتور، قال له كلب كبير مالينوا عاقل مالينوا كان عنده، قال له مركب واحد مالينوا كبير مركبوا معاه. اذا عنده بنت مركبها اللور، تاكدنا بانها بنت هي اللي كانت راكبه مع اللور، هي نزلت وهي اللي ضربت. اذا هذا انتقام. واخا حنا تصنت كما قلت لكم الجيران، تصنتنا الناس اللي شاهدوا شافوا دخلتنا راكبين هذاك الموتور ما عنده رقم ما عنده والو، لانه كما لاحظتوا بان التريبورتور اللي كاينين دابا بداو تيديروا من الارقام، شي ما بقاوش يديروا من الارقام، مدينه ديال من الارقام، مدينه ما دارش من الارقام، قانون ديالهم عمره ما كان شي قانون خرجوا جديد، مثالهم مثلا التخوتينات ما عندها لا قانون لا والو. وهذا الشيء راه حنا عايشين معاه في المغرب وعايشين معاه، ما عمرهم ما يديروا شي حاجه ويكملوها. هذه التخوتينات ما داروا حتى شي قانون، الناس يموتوا بهم، راه السبيطارات عامره بهم، الناس مهرسين ومدقدقين وميتين، داروا شي قانون؟ ما داروش. هذه تريبورتور داروا شي قانون؟ ما داروش، تيديروا حتى حاجه، بلا 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 بلا. عرفت اش تيديروا هنا كاع؟ على اي بدينا تنسولوا في عائله البنت، تنحاولوا نجبدوا شي واحد مشكوك فيه من العائله ديالنا، ما لقينا حتى شي واحد مشكوك فيه. ولكن
في التشريح الطبي، لان ديك البنت ما داروا لها التشريح الطبي، باش في التشريح الطبي تيعطونا واحد الشهادات يقولوا فيها عندها ضربه هنا وضربه هنا، هذا كذا كذا، عطاونا التشريح الطبي فيه الضربات اللي كان البنت اللي خدات، فيه واحد الضربه تقول وضربه قاتله في الصدغ الايمن من كذا كذا، اي الضربه اللي ثبت لها الموت ديالها، لان شحال واحد تيضرب بموس ولا بالرصاص تيكون فيه عده ضربات وتتسمى دوك الضربات جروح، الا واحد الضربه ولا جوج تقول هذه قاتله، مثلا مشات للقلب، مشات للمخ، مشات شي عضو من الاعضاء الداخليه ديال الجسد تكون قاتله، تتسمى وضربه قاتله او ضربتان قاتلتان. هما تيقولوا واحد الضربه قاتله كانت في العنق ديالها، في الصدر ديالها قاتله. وهنا نقول لكم بان هذه الجهه هذه، هذه الجهه الله يحفظ، هذه الجهه خطر من هذه الجهه هنايا، انا نرجعوا هنا في الصدغ، هنا تتكون خطيره الضربه، هي والفخذ. والفخذ راه هضرت عليه واحد النهار وهضرنا عليه، الفخذ راه خطير، راه شي واحد تيضرب بجدويه في الفخذ ديالو، عندنا واحد العرق ديال السلمانه تقات الا تقاس داك العرق وتقطع الموت بعينها، ما كاينش، واخا يجروا به للسبيطار، لان العرق ديال هكا في الفخذ ديالنا واحد العرق ديال هاك ومتى تقطع تيهرب، خاص ديك الساعه واحد وتيدير ايموراجي للداخل، خاص ديك الساعه واحد العمليه بزربه يفتحوه يجبدوا هذا العرق ويجبدوا العرق ويلاقيوه، تطلب بزاف، تطلب شي 6 سوايع ديال الخدمه حسب ما قال لي واحد الطبيب، واحد الجراح 6 سوايع تطلب باش يجمعوه، وخاص يكون داكشي بزربه. انا البنت ماتت، لوطوبسي قالت التشريح الطبي تيقول بان الضربه قاتله، ولكن الطبيب ديال التشريح الطبي تيقول واحد الكلمه، تيقول البنت حامل من ما يقارب 4 إلى 5 شهور، اي عندها جنين عندها في كرشها، هي حامله. هنا رجعنا لعائلتها قلنا مودي راه لقينا بنتكم بان حامل، مع من حامله، هاد البنت مع من حامله، اختها قالت لنا اخويا هي حامله مع واحد السيد بغا يتزوج بها. شرحي لنا عاودت لنا واحد القصه كامله على اختها وسبب الحمل. انا هنا غنعاودها لكم. واحد السيد في المخزن، ماشي مخزني، في المخزن معناها جدارمي بوليسي مخزني في المخزن. هاد السيد خدا لا روتريت بروبورسيونيل، اي خدا ديك لا روتريت اللي كانوا عطاو لما البنك الدولي قال المغرب ان عندك بزاف ديال الموظفين، الدوله اضطرت باش تنقص من الموظفين وقالت بون اللي عنده 21 عام او فوق 21 عام غادي تاخذ واحد بريم وتيخرج، ولما تيوصل 60 عام راه غادي تعطيو واحد الماندا خاصه، ولكن من غادي يوصل 60 عام تكمل ليه الماندا ديالو كامله. عقلت لك الناس اللي خرجوا على 21 عام خرجوا في حالهم، بزاف ديال الموظفين خرجوا. هاد الناس اللي خرجوا موظفين كانوا خرجوا على 21 عام، هاد الروتريت بروبورسيونيل، هادو كانوا خرجوا، وكانوا اللي كان عندهم رتباء كانوا قريديه كبار، او كان عندهم مثلا كاع في الوظيفه العموميه كانوا عندهم ايشيل دوس كذا خرجوا من منظمه مزيانه وخذوا بريم كبير. وكاين شي واحد يدخلوا السوق كانهم بوليس، من خازنيه منهم كذا، كانوا يدخلوا السوق وخرجوا. سيرتو انا تعرف البوليس بزاف اللي خرجوا خداو داك الروتريت وعطاهم شي 6 مليون 7 مليون 10 مليون حسب الكرات ديالو، 14 مليون 15 مليون، وخرجوا ولا تيشدوا الماندا محصوره، ماشي كما كانوا تيشدوها قبل، ناقصين منها لي بريم، ناقص منها الكرا، ناقص منها بزاف ديال الحوايج، وتعطيهم ديك الماندا محصوره. وكانوا مساكن تيقولوا نخرجوا هذيك الفلوس اللي نشدوا ديك 10 مليون 12 مليون ندير بها مشروع نخدم بها وكذا. هادو اغلبيه خسروا مساكن وضاعوا كلاو العصا، ما وصلتهم ديك 60 عام تلقاتهم حماق ولا ما عرفتش وقع لهم، خسروا في حياتهم. هاد خينا هذا تقول اختها، هاد خينا حتى هو كان في المخزن وخرج سيدي. هو عنده 2 ولاد، تقول عنده 2 ولاد وكان كاري مع مراته وداكشي. وفي ذاك الوقت تعرف مع اختها ولا خليل ديالها، تعرفوا في شي قصاره ولا خليل ديالها، وتعرفت مع الوقت اللي هو يلاه خرج
تقاعد وباقي هاز دوك المليونات عنده، ديك 6 المليون 7 المليون ولا 10 المليون باقي عنده. وديك الساعه السيده شافته وشافت معاه الخير في القصاره تيخلص اللي بغات يشريها لها كذا كذا، بقات يهضر معها على الزواج. السيده يمكن تصحاب رجل ذو مال لا باس عليه، راه ما تصحابش هي، راه عنده غير الفلوس وغيتقاداو، وبقات معاه في الطريقه هذه حتى هو ولا تيمشي لدارهم وتيدخل لدارهم كما تقول لك البنت، ولا تيجي وتقول لها ودي انا دابا انا غادي نكري لها بوحدها وغنسكنها بوحدها، وخصني ناخذ غير الموافقه من عند المراه ديال الزواج، والمراه غتعطي الموافقه ما تعطي الموافقه كذا كذا. من بعد مرتو ساقط الخبار جات تتهجم عليهم الدار كما تقول لك الاخت، تقول تهجم علينا وداك الشيء وهذا وهذا. حنا بقينا تنطلبوا منه يدير لنا الحل مع المراه ديالو، بقى تهجم علينا وداك الشيء وهذا. المهم هي ولا هو اتفقوا لقاو واحد الحل بانه المراه ما بغاش تعطي الموافقه، ما بغاش تعطي الموافقه باش يتزوج، اذا تحمل معاه ويديروا وتولد، وديك الساعه يكون الحل لان بغات تولد عنده حق باش غادي يتزوج بها، ويدير بها ثبوت الزوجيه. هذه خصها تقول بان اتفقوا باش اختي غتولد حيت هو حملت معاه، ويديروا ثبوت الزوجيه حيت برضه ما عطاش موافقه، وبقى تيجي عندنا ديما تيجي عندنا. هذه الاخت تتعاود، اخت الهالكه ميته. الام حتى هي تتعاود تقول هذا الشيء كاين، ولكن زادت حاجه اخرى وتتقول هو مصاحب هذه الام الميته، ام اللي ماتت، تتقول انا كان تيجي عندنا وهذا وتعرف مع خويا، حتى خويا كان في المخزن وتا خويا خرج لنا نتريت، وتعرفوا هو وياه، وخويا خرج لنا نتريت، وتعرفوا هم عارفين بجوج. تيقول تلقاو خويا وتيخرجوا بجوج تيجيو بجوج وتيتسناو باش السيده تولد باش يديروا الثبوت الزوجيه، بقاو عارفين بجوج هي وخوها. يلا خوها عيطنا على الراجل، عيطنا عليه قال لك اودي انا السيده انا فعلا بغيتها واتفقت معها على الزواج، والمراه ديالي قالت لي انا مراتي مريضه وما بقاتش قاده على الزواج وكذا، وانا اتفقت مع السيده نتزوج بها، والمراه اتفقت معايا في الاول قالت لي نعطيك الموافقه، في الاخر دارت عليا قالت لي نعطيكش الموافقه، وانا ديك الساعه انا حملت مع السيده ما لقينا كي نديرو، وما بغيتش نضيع داك الشيء اللي فكرتها، وما بغيتش كذا كذا، تسنى سي تولد وغندير بها ثبوت الزوجيه وكذا وكذا وكذا. نسى بانه ديك الساعه تعاود لنا قصه ديال بان عنده علاقه غير شرعيه مع السيده وحمل غير شرعي اللي غيتقدم عليه المحكمه. صار زعما بقاو نتسناو، حنا بقاو نتسناو معاك تتولد هذيك دير بها ثبوت الزوجيه، والحجه كاينه دابا هي حامله منك وتعترف بذلك، بعدا ما عنده باس. صمت ظريفه حاضر. عيطنا الاخ ديالها تا هو باش نشوفوا ربما عنده شي معلومات. جا الاخ ديال خالها، خال الميته اي خمها اللي هضرتينا عليه اللي قلت هو صاحبه وخارج معاه، عيطنا عليه سولناه قلنا له اودي دابا حنا هاد السيده ضربات ما عرفناش شكون يضربها، واش ماشي شي واحد من عائلتكم هو اللي ضربها ولا كذا، زعما تنبحثوا معاه ربما هما ديك العائله بغا ينتقموا منها ولا كذا ولا كذا. ما عطاناش شي راس الخيط في الاول، قال لك انا ما عارف والو، ما عرفتش شكون اللي غيضربها، شكون اللي غينتقم منها، وشكون كذا وشكون كذا، انا ما عرفت شي حاجه وهذا، ونكر طلع الجبل. ولكن بقاو معنا هنا هو ناكر ما قال والو. عيطنا المرات اللي صاحب الفعله اللي محمد السيده، عيطنا لمراتو، عيطناها وجبناها. مراتو جات وتتقول انايا سقط الخبار بداك الشيء اللي وقع، وسقط الخبار ان شي واحد ضرب هذيك، وهذيك راه انا عدوتي، انا كدات لي راجلي، وسقط الخبار حملت مع راجلي وكذا وكذا وكذا، وانا ما بغيتش نعطي الموافقه، وحنا ما عندناش، وعندي 2 ولاد وعندي كذا وعندي كذا، وحنا باقيين كارين، هو مشى خدم واحده اخرى حمل معاها وكذا. انا فعلا مشيت عندها وحنا هجمت عليهم حتى للدار، وحنا تشديت انا وياه في الحمام واحد كذا وكذا، ولكن اسيدي باش انا حرصت عليها شي حد ولا صيفط ضربتها ولا كذا، هادشي ما كاينش. انا ما عندي حد، ما عندي شي واحد اللي عنده موطور، ما عندي لا كذا لا كذا لا كذا. السيده بحثنا الاقارب ديالها، بحثنا داكشي،
ما لقينا منين ندوزو ليها، لانه تنقولوا هذه هي اللي مثلا هي العدوه ديالها اللي دات لها راجلها، هذه يمكن خدمت شي حد يمشي يضرب وكذا، هذيك السيده تتهضر ما لقينا عندها ما يثبت، ما كاين شيء، وما عندها حد اللي عنده موتور تريبورتور، ما عندها شيء. حنا بقينا واحدين في هذا البحث هذا. دازت واحد 10 ايام حنا تنبحثوا، كل مره تنستدعيو واحد اجي عندنا ما اجي، لان الروح هذه شكون، لان واخا تنبحثوا خارج نطاق ديال دوك العائلتين، ولكن تنبحثوا مره تنعيطوا شي واحد من العائله. هو يجي عندنا في اليوم التاسع او اليوم العاشر، جا عندنا خالها اللي قلت لكم عليه، اللي تو خرج وطريت وداك الشيء وهذا، جا عندنا جاب لنا معلومات. قال لنا ودي انا بغيت نقول لكم واحد القضيه. هذيك السيده المراه امة الولاد، قال لك راه عندها واحد اختها، ودي اختها راه ما عايشاش معاها، ودي اختها سلقوط راه ديما في الحبس، وعندي انا واحد الخبر بانها تتعيش مع واحد خينا، هي وياه تتعيش، ودي خينا بزناس، تيخرق تيخرمز، تيبيع ويشري في المخدرات، ولكن تيبيع على الموتور. قالنا واحد خينا عنده تريبورتور، وديما تيهز معاه الكلب، واحد مالينوا، وهي تتكون معاه، وهو توا راه حباس، توا ولد الحبس، تتكون معاه، وهو راه تيبيع الزطله كما قال الحشيش تيبيعها، ولكن ما عندوش مكان مستقر، تيبيع بالموتور، اي عنده كليان تيدور عليهم، تيدور طريفات، تيبيع الطريفات، تيدور هذا فلان هذا كذا هذا كذا، وهي ديما مع هذيك خيتي، وهذيك خيتي هي تتكون هزه السلعه، ديما تيوقفوا البوليس على زعما هز معك بنت ولا ما دارش كاسك ولا كذا، هذيك تتهبط بحال حتى تتسلت، ديما تتسلت بحال كان هزه، ولكن هي اللي عندها السلعه. بالك هذه هي اللي عندها، هاد اختها راه ما عايشاش معاهم، تجي عندهم مره، وهاد اختها راه عندها واحد كما قلت لكم تيهز الكلب، وراك واخر تيدير. وفين ساكنين هادو؟ قال لك فين ساكنين. هاد المعلومات أكد من المعلومات، أكد من المعلومات، وأنا نقول لكم واحد القضية نصارحكم، أنا براسي كنت مبلي، وواحد سيدوان عثوا لي قال لي تبغي شي حاجة، هذا راه تيجيب ليك شحال هادي، وأنا عقلت عليه وجاب لي جوج ثلاثة، ولكن أنا الحمد لله قطعت، بقيت نبلي غير بالشراب، ما بقيتش تنبعد من داك الشيء، ولكن عارف بأن هادوك العائلة راه عندهم اختهم هي اللي معاه، وحباسة ومعروفة بالحبس. هذه معلومات مهمة وصلنا من خلال الموتور، ومن الموتور اللي تيهز مع الكلب ومعه واحد خيتي. واحد الناس ساكن في كاينين والحي في كاينين. مشينا سولنا الدراري ديال البريكاد ديال المخدرات اللي عندنا، سولناهم عليه، قال لك هذاك راه داخل خارج الحبس، هذاك راه حباس، راه عاد خرج هذه تقريبا واحد الشهرين، عاد خرج عاوتاني، مرة تنخطفوه، تيبيع على الموتور، تيبيع داك الحراميات ديالو، تيدرسو تيبيع الخضره، تيدير النعناع وداك الشيء، هو راه تيسر بها من التحت، تيسر بالمخدر، راه معروف هاد خينا. شفنا تصويرتو، شفنا كذا، شفنا المحل ديالو، مشينا عنده واحد الصباح بكري، دقينا عليه، ساكن في واحد الحي ديال دور الصفيح، دقينا عليه مع الصباح بكري، داك زوار الفجر كما تيسميهم، تنزوروا الناس فجرا، دقينا عليه مع الصباح. هو حل، السلام عليكم، السلام بخير لاباس، هو حل عنده واحد البراكه، شفنا راه الموتور فينا هو، وراه المانينوا مربوط ديال واحد الصندوقه مربوط، قال لي بخير لاباس، بخير صحه لاباس، يمكننا ندخلوا؟ اخويا دخلوا، راه ما عندي لا حشيش لا والو، هو بعدا سبق لنا، قلنا ودي انا ماشي على الحشيش، نهضره اخرى، شكون اللي معاك هنايا؟ هاد السيده ديالي تنعيش معاها، هذا هو يطلب ديك السيده، وهوت عليها ويتفيق، كانت ناعسه، خرجت واحد الوجه فيه شي سيكاتريسات، واحد البنت بحالو ما فيها مصلح، هو تا راك عارف داك النوع داك الحسانه كيديرها ودوك السنان مهرسين حالته حاله، هي خرجت واحد البنت، يمكن هذيك البنت داك النوع اللي خصو خرج في الليل، ما تخرجش في النهار، واحد الوجه مضروب شي 4 ولا 5 ضربات بارين، واحد النيف هابط، يمكن مضروب شي بوني ولا ما عرفت، حالته حاله، فايت شايف انا ديك خيتي تدور في المدينه، حط السلقوطه، قلنا لبسي حوايجك، لبسات حوايجها، لبسوا حوايجو، قلنا لها ودي يلا معنا لابيجي بغيناك، اوكي نمشي، زينا دينا لابيجي، من حطينا في لابيجي رجعنا
مع الناس ديال واحد الفرقه ديال رجال المطافئ تنعيطوا عليهم تيكون شي تدخل باش يمشيو معنا يعاونونا نلقاو القبض على داك الكبد، ربي نجبدوا داك الكبد نجيبوه. مشى معنا هو وخرجنا الكلب من جديد، دينا الكلب خرجوا لينا وخدينا الموتور ودينا الموتور والكلب عندنا الشرطه القضائيه، لان عندنا في الشكايه فالموضوع اللي يمنعنا هناك كلبون وهناك دراجه هوائيه ثلاثيه العجلات، عندنا تريبورتور وعندنا الكلب جبناه، تريبورتور جبناه. اذا جبناهم، خصنا الناس اللي شافوهم، مشينا للمراه اللي كانت تطل المسطح جبناها، قلنا للمراه تصنتي لينا يلا معنا تشوفي واحد الموتور. مشينا الموتور كنا دايرينو في الساحه ديال السلطه القضائيه في الساحه، وكنا هذاك الوقت دايرين الكلب فوق ذاك الموتور ورابطينو موقفينه واحد البلاصه تما، واحد الباركينغ صغير عندنا وسط لابيجي تما داخل حاطين الكلب وفوق الموتور. جبنا السيده قلنا لها هذا هو الموتور، هذاك هو الموتور والكلب هذاك هو الكلب هاكاك. مشينا سيدي جبنا لي كاسك اللي كانوا دايرين على رؤوسهم، جبناهم تنديو للدار ونجيبوه، كل حاجه احتاجنا ليها نجيبوها. جبنا الكاسك، المراه قلنا دخلنا ديال الكاسك، دار الكاسك ديري انت الكاسك، دار الكاسك قالت لك ايه هاد لي كاسك هما اللي كانوا دايرين على رؤوسهم. هنا بدينا تنجيبوا الشهود اللي كانوا في الطريق، داك اللي قال لكم انا راجل تمرا، انا مش تمرا ماشي راجل، لان المراه الاولى قالت شافت راجل، جبناه حتى هو قال لك ايه يا سيدي هذيك كاين اللي شفت انايا، اش لابسه اش لابسه اش لابسه. اش درنا؟ قبل ما ندخلوا معاهم في الصح حاولنا حسب الشهود والمعلومات اللي عندنا نجيبوا حوايجهم اللي كانوا لابسين هما فوق ديال النازله، الجاكيطه ديالو الكحله ديال الجلد جبناها ولبسناها ليه، والسروال بلو جين ولبسناها هي الجاكيطه اللي كانت لابسه والبلو جين والسبل اللي كانت لابسه والكاسك اللي كان لابسين فوق ديال الجريمه، وجبناهم هنا كملنا الموضوع ديالنا حطيناهم قدامنا. سهل على الشهود ديك الساعه تيطلعوا لنا تيقولوا هما هادو اللي شفنا، هادو ايه هما هادو زازوا على الموتور داك اللبس. ما بقى لينا غير جلسنا ديك خياتنا جلسناه وبدينا بداك الموتور هو الاول، الاخرى خليناها ابار وجلسناه. قلنا له ودي شوف الله يرضي عليك، حنا غنهضروا معاك هضره ديال الرجال، وقع ما وقع والشهود ضدكم وكذا 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 وكذا. دابا غتعاود لينا واحد القضيه، كنتي انت مركب هاد خيتي نهار فلان فلاني مع العشيه حتى قربت المغرب، ودزتو هاملين دزتو، وقفتو على واحد السيده ونزلات السيده اللي معاك ومشات ليها وهبطات ليها بهاد الموس ها هو، وضربتها في وجهها وضربتها في كذا وضربتها في هادي وضربتها في هادي وكرفتها وركبت معاك ومشى. انت راه ما نزلتيش من الموتور، انت راه ما ضربتي السيده، ولكن انت كنتي سايق الموتور اخويا وهي كانت راكبه وراك. الا بغيتي تقول لنا الحقيقه انت الدور ديالك بوحدك، ولا خويا انا اش درت اش درت وكيفاش اتفقتوا وكيفاش مشيتوا وكيفاش كذا كذا. الا بغيتي دير لنا شي انكار ولا كذا وكذا راه تورط راسك وانت راك ما ضاربش، راه هي اللي ضربت. ثبتنا بهذا الكلام السيد هو يقول لك اودي نقول لكم الصراحه. المهم هذيك السيده انا عارف القصه ديال اختها اللي راجلها تيخونها مع هذيك وغيتزوج بها وكذا 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 وكذا، وهادي انا عايش معاه، هادي انا عايش معاه خصنا الكاغيط، دابا راه معاه شي 5 سنين ولا 6 سنين، ولكن ما درناش الكاغيط. زيد هاد السيده ذاك النهار كنا غاديين، كنا مشينا وراك عارف الشاب، مشينا شربنا انا وياها العشيه ديال السبت، مشينا شربنا وكنا جايين. لما جايين هي راكبه حدايا اللوند جالسه تندوزو، بانت لك السيده قالت لي دور رجع هادي راه فلانه، هادي راه فلانه، هادي هي اللي بغا يتزوج راجل اختي، راه فلانه دور ليها دور. قال لي انا درت على خاطري، قالت له وقف حداها غير وقف انا غنزل نهضر معاه كذا، تعرف الهضره الخايبه ديال معاه وكذا وكذا وكذا. قال لي نزلت انت شفتها بدات تضرب فيها، تنقول لها هدي ركبت وقالت لي سير وانا هذه ما ريت وزدت في حالاتي. اذا انت حنا شاهدين، الناس شاهدين، انت ما نزلتيش اخويا، ولكن هادشي اللي قلتي لنا راه صح، لان هي اللي نزلت. هاد السيده ما كنتوش تتسناو حدا الحمام، عندنا شي خبر كنتو واقفين حدا الحمام تتسناوها، قالنا لا كنتو تسناو حدا الحمام حتى خرجت وتبعتوها، حنا غير تنعرقلو السوق. لا قال لك لا، حنا دزنا حداها شافتها وقالت لي دور ودارت ورجعت ليها وقفات
انا ظنيت غتعايرها ولا تسباك بحال هكا وتطلع في حالها تقول لها حشومه مالك ديتي الراجل لمراتو وكذا وطلع، ما نويتهاش انا غنجبد هذاك وهي تهتز مع هذاك وتهتز معاه، لان هذاك الميس حنا عرفنا من بعد لاش تيصلح. هذاك هو باش تيقطعوا الطريف ديال الحشيش، حيت ماضي تيخرجوا غير واحد الرويس تيبقى يقطعوا، شي واحد بغا شي طرف تيقطعوا ليه ديال الخدمه هذاك، وهزها هي حيت الحشيش تيبقى عندها هي. حتى الدراري ديال بريكاد ستوب ديال المخدرات تيقول اي راه تقدمت مع جمرات المحكمه هذيك خيتي، تقدمت مع التجار في المخدرات هي وياه، والحشيش كنا تلقاو عندها هي ديما تهتز، فهو الموتور والصرف. جبناها جلسنا هي قلنا لها ودي انت دابا راه ما عندنا ما نخبيو عليك، راه كلشي عرفنا، شتي الدخول الخروج ديالنا، مشينا للدارو جبنا الكاس، مشينا لبسناكم الحوايج، مشينا كذا جبنا الكلب كذا، الثمن كحله كلها حنا باش نوريو الشهود اللي شافوكم بعينيهم واش تدير، شافوك اش تدير، اكدوا صافي تاكدوا. وهو دابا في هذا البحث اللي بحثنا معاه راه كاع غير صح، قالهاش قال. دابا اش غتقولي انت؟ غتقولي هو اللي ضربها، هو اللي نزل ضربها. دابا هادشي حنا تنقولوا اما غتقولي ضربتها اما غتقولي ضربها. دابا هادشي اللي كاين، قالت لا انا اللي ضربتها، انا نزلت غير نتفاهم معاها، انا دايزين بالموتور شفناها بالموتور وشفتها وقلت لها دور نتفاهم مع خيتي، زعما لا ولد اختي اللي خدات لها الراجل، بغيتي نتفاهم معاها. ما نزلت انا كي وقف هو بالموطور، نزلت انا غنتفاهم معاه، بقات هي بالسبان وشنقت عليا وداك الشيء. المهم انا كان في يدي الموس، انا ما شعرتش، انا بنادم بقى يسب فيك وعرق عليك وبغا تشدني وبقيت تندافع على راسي. النوع ديال الدفاع على وجه، بقيت تندافع على راسي، بقات تشد فيا ودارت ليا ودفلت عليا وبقات ليا مالك وكذا وربات السطل وبغات تشد فيا، انا دافعت على راسي. اخرى صحيحه واخا مسكينه ضعيفه وغتدافع على راسها. اذا ثابت تبت عليها بانها نزلت من الموطور مشات للسيده هازه مع هذاك الموس وجبدته، ان ديما هازات تخدم به وبقات تغطي السيده. لما خدينا الاعترافات منهم بجوج جلسناهم بجوج، وكانت ما هو جميل، كانت في نيتهم هما بجوج، كانت في نيتهم بانه هناك ضرب وجرح، ولكن حيث ما ساكنين خارجين على المدينه وما فراسهمش هما السيده ماتت، فراسهم زمان جبناهم حنا على الضرب والجرح، لان حنا ما قلناش لهم كاع، ما ذكرناش لهم كلمه الموت طيله البحث حتى كملنا البحث ديالنا. عاد قلنا لها الشريفه غا باش نقول لك واحد القضيه، الله يعطيك الصحه، هاد السيده هادي دابا فين هي؟ قالت لك ما عرفت اخويا، قالت السبيطار والله. السيده راه ماتت توفات، نتوما بجوج داخلين في قضيه ديال الموت. ماتت السيده، جنايه السيده جنايه. المهم السيده الاخرى مغلفه داك الحبس ديال شهرين 3 4 شهور خارجه، والاخر توهم الحبس، عارفين شنو هو الحبس ديال الطويل، كما هو الحبس الطويل، عارفين شنو هي 20 و30 والمؤبد، وعارفين داكشي، وعارفين شنو هي الجنايه. السيده تما عرفتي صافي نهارت، نهار بقات تبكي يا ويلي، هذا واش اخويا غير تتخلعوني واش كذا، تنخلعوك انايا. مات السيده قلناها لهم. وما ننساش نقول لكم المراه اللي ولدها هز الموس وداه للدار جبناها، وجا هو جا الدري جابوه، جا تمو جاب بواه، وباه عجبني لما كنا في الكوميساريه وتنتصنتوا لهم في لابيجي، عجبني لما ضرب ديك المراه مراتو وتيقول لها انت اللي ما مربياش الدري، انا تنضرب التماره في زناقي، انا تنمشي نضرب العذاب باش نجيب لك باش تاكلي، انت خصك تربي الدري، انت كنتي مربيه ما يهش الموس وما يخطفش الموس يهزو من الزنقه عامر بالدم في وسط واحد الحديثه وربي جاب بيه للدار وانت تدافع عليه. وتصنتنا المراه وتصنتنا الدري بحضور الاب ديالو تا هو، وعلمناهم بانه غيتقدموا للمحكمه وقدمناهم استنادا الى تعليمات السيد الوكيل العام، قال قدموا داك الدري هز الموس، وقدموا داك الخاسر باش يثبت لنا بانه هز الموس فعلا، وقدمناهم. وقلت لنا ذاك الراجل مرتك راه غتمشي للمحكمه، جينا هي وهذا الدري ولدك، هذا باش يجاوب تما عند قاضي التحقيق، وراه غطلعوا وتهبطوا شويه، طلع هبط على التربيه العوجه اللي مربي ولدك، صحابه زعما غدوز لكم هكاك، عطيونا الموس يلاه يرحم والديك. وقدمناهم، وتقدمت ديك خيتي وتقدم محملها، محمل ديك الهالكه اللي ماتت، اللي لقينا واحد الخرباق اشد واحد 7 مليون طباغه في التخربيق وفي الروينه وكذا، وفي الاخر قال لمرته بغيت نتزوج،
وقدمنا ذاك خو السيده بانه شاهد في قضيه، كلشي تقدم المحكمه، كلشي تقدم. انا من بعد دازت واحد المده، عرضت من بعد بان هذيك السيده تحكمت ب 25 واللي معها تحكم ب 15، لأنها تبت عليه بأنه هو اللي هربها وكذا وكذا. ولما داروا بنية باش يتكرسوا عليها، ماشي دار حق غنشوفها، دورتيها بالموتور باش تجيبها باش تهبط ليها، وعارف انت غتهبط ليها غتخلي يضربوها وتحكم ب 15 رغم هذاك التحرميت ديالو. والسيد بقى عام هو في البحث هذاك اللي كان، لانه اعترف بانه كان محملها وكان علاقه غير شرعيه وداك الشيء. وبقى عندنا تابعته مراته والخيانه الزوجيه، وبقى عام ديال البحث تنظن عاد خرج، عام ديال البحث عاد خرج، الاخرى تحمل 25 عام ديال الحبس. نتمنى من الله هاد الجريمه تعجبكم ويكون منها استفاده لكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله.